دي فلوسي واكلي، وانا حر اعزم اهلي ان شاء الله كل يوم ملكيش فيه. معانا مشكله يا جماعه محتاجين رايكم فيها. مراتي زعلانه مني وقاعده عند اهلها لان انا مرضتش اعزم اهلها، وبتقول اشمعنى اهلك كل شهر تعزمهم مرتين وثلاثه، ولما طلبت منك تعزم اهلي تقول لا، هم مش احسن مني في حاجه او منهم في حاجه، وانا قلت انا حر في بيتي ودي فلوسي واكلي، وانا حر اعزم اهلي ان شاء الله كل يوم ملكيش فيه. قالت وده مجهودي وده تعبي والاكل مش بيتعمل من نفسه. والله برافو عليها صحيح، ما هو الاكل صحيح مش هيتعمل من نفسه. وانت لو مش بتقدر اهلي انا مش هقدر اهلك، ومش هعمل اكل ولا هقف في المطبخ، ابقى هات جاهز بقى. برافو عليكي. قلت لو عملتي كده تبقي طالق. لا اله الا الله، ليه ليه يا ابني كده ليه؟ شتم ايه؟ شتمتني. جابت حقها بسرعة يعني. شتمتني وسابت البيت. ايه الحل معاها عشان تفهم غلطها؟ غلط ايه؟ غلط ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ الغلط راكبك انت طبعا. يعني ايه؟ اولا البيت ده مشاركة، انت عليك الفلوس وهي عليها المجهود في البيت. مفيش حاجة اسمها اصل دي فلوسي وده خيري وخير اهلي، مفيش حاجة اسمها كده. زي ما بتكرم اهلك وبتبرهم، هي من حقها انها تكرم اهلها وتبرهم. لازم يبقى فيه ود ورحمة وتفاهم بينكم وبين الاتنين، على بين العيلتين، علشان ما يبقاش فيه اهلي واهلك. بلاش الجو ده. يعني صحيح انت جبت الاكل بفلوسك يا عم، الاكل هيتعمل لوحده؟ الفرخ هتستوي لوحدها؟ الرز هيتعمل لوحده؟ اكيد لا. هي بتقف سواء في الحر او في البرد، وسواء تعبانه او زهقانه او مش في المود، علشان تشرفك قدام اهلك. يبقى من حقها عليك ان انت كمان تشرفها قدام اهلها. روح صالح مراتك، والمشكله مش مستدعيه خالص اصلا ان انتوا تسيبوا البيت ولا الكلام ده. قدرها عشان هي كمان تقدرك. الحياه هتخ. مستنيه رايكم في الكومنتات وتردوا عليا يا جماعه.